تخيل معايا انت لسه صاحي نايم 8 ساعات، فطرت، شربت قهوتك ورحت الشغل، وجيت على نص اليوم لقيت نفسك عامل كده. مش فكرة تعبان، تحسك سرحت، مزاجك مش مظبوط، تركيزك وطاقتك مسحوبين منك، وطبعا قاعد متنح مكانك. فطبعا هتقول لنفسك ان ده عادي، ضغط الشغل، فتقوم تعمل كوباية قهوة في التانية ولسه برضو مش حاسس ان انت تمام. تحس لسبب ما فاقد الشغف، او مثلا داخل على اكتئاب، وربنا يبعد الاكتئاب عنك. في الوطن العربي 8 من كل 10 عندهم نقص فيتامين د. في اماكن على الكرة الارضية الشمس اصلا ما بتغيبش عنها. 1 من كل 3 عنده نقص مغنيسيوم، وبالتالي الاستشفاء والنوم رايح فين؟ في داهية. التوتر عندنا في اعلى مستوياته، والمنتل هيلث او الصحة العقلية والاكتئاب اكيد مش محتاج اتكلم عنه، موضوع واضح. ففي الفيديو هنناقش الموضوع من جذوره. ليه دايما بنبقى تعبانين، سرحانين، متوترين وفاقدين الشغف؟ ازاي ستايل حياتنا بقى واخدنا لحته وحشه لدرجه ان حتى العناصر الاساسيه اللي المفروض تبقى من المسلمات عندنا كبشر بقت مش عندنا، واحنا للاسف مش واخدين بالنا؟ وايه اهم العناصر والفيتامينات المسؤوله عن الحاله اللي انت فيها دلوقتي؟ فمن الاخر هنعرف الاسباب بحيث تبقى انت عارف الحلول، وتبقى فاهم لما حد يقول لك خد المكمل الفلاني تبقى فاهم بالظبط هل المكمل الفلاني ده انت فعلا محتاج له ولا فعلا ممكن اصلا يضرك. وانا هنا مش جاي الوم حد ولا الوم الحياه الحديثه اللي احنا عايشينها واقول لك اجدادنا كانوا كويسين وصحيين عشان ما كانش عندهم شاشات ودايما في الشمس والكلام ده كله. لا 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 ابدا. فقوم اعمل مشروبك الصحي المفضل او هات قهوه لو مش متاخر، لان اقدر اقول لك بكل ثقه ده اخر فيديو هتحتاج تشوفه عن الفيتامينات، وهتبطل توجع دماغك بال100 راي اللي على السوشيال ميديا. فيلا بينا. طيب بما انك مركز معايا دلوقتي، مهم جدا ان احنا نكون عارفين ان احساسنا بنفسنا مهم. يعني الوعي بنفسك والوعي باحساسك وبطاقتك ونشاطك، وان انت يكون عندك وعي تعرف الفرق ما بين انت النهارده مظبط ولا لا وبكره مظبط ولا لا على المدى عمرك، مهم جدا. يعني ايه؟ انت بتقول يمكن بقول لك كلام مكلكع. الباترن ريكوجنيشن، او ان انت تعرف امتى بتبقى صحتك كويسه وامتى بيبقى في حاجه مهم من غير ما يكون اساسه القلق. يعني محتاج وضوح، محتاج وعي. طيب ازاي اوصل لده؟ لازم اكون فاهم نفسي. وفي ناس احنا عارفينهم مثلا لما يلخبط في الاكل ويبقى تعبان يقول لك انا تعبان عشان لخبطت في الاكل. طب ما هي لخبطت الاكل دي لو صحتك كويسه المفروض ما تتعبكش، ولكن لان الشخص عارف صحته مش كويسه وعارف ان لخبطه الاكل دي بتؤدي الى 1 2 3، فبيبقى عارف ان لخبطه الاكل هي المشكله، ولكن اساسها اعمق من كده بكتير. فبالتالي لما هنتكلم النهارده عن الصحه او نتكلم عن الفيتامينات او المعادن المهمه اللي احنا لازم نكون مركزين عليها عشان تساعدنا، يبقى لازم نكون واضحين مع نفسنا ولازم نكون عارفين ايه اللي احنا بنعمله غلط. طب ازاي اوصل للمرحله ان انا افهم انا بعمل غلط او صح؟ وعي. فرجعنا تاني للوعي. طب ايه هو الوعي؟ طب افهمه ازاي؟ لازم نرجع لاساسيات الحياه بتاعتنا وايه هي الحاجات اللي جسمنا محتاجها عشان يكون صحي. فبالتالي مادام الطريقه اللي بنعيش بيها النهارده طريقه بتخلي الجسم اصلا متشقلب، فلازم نكون على يقين ان في حاجات هتقع. نتفق على ده. ايه هي بقى اللي بتقع وايه اللي بيأثر عليها؟ ده اللي احنا عاوزين نتكلم عليه النهارده. مبدئيا اول حاجه الجسم بيحتاجها كحاجه ممكن نعوضها بفيتامين هو فيتامين د. هو اقوى حاجه لانه فيتامين بيتعامل معامله الهرمون، يعني لازم تعظم له لان فيتامين مهم جدا. فيتامين د ده لما يكون ناقص عند حد، ده اقدر اقول لك ببساطه الشخص ده ما بيتعرضش للشمس او ما بيخرجش بدري او مش ما عندوش نشاط معين. ممكن اقول لك برضو شخص وجباته يمكن برضو مش قد كده او برضو ما بياخدش مكمل. وللاسف 70% من الناس اللي في الشرق الاوسط الفيتامين د اللي عندهم واقع. ليه؟ ممكن نحللها بكذا طريقه. ممكن نقول الجو حر الناس ما بتخرجش، وممكن نقول الناس بتكسل. يعني مش صح ان احنا نلوم الجو او مش صح ان احنا ندمر صحتنا عشان الجو حر. طب ممكن نصحى بدري تاخد نص ساعه تجري فيها، ده كافي. ربنا خلق الشمس عشان تديك طاقه بالنهار، ما حطش الفيتامين د في القمر، والا كلنا كنا نبقى بالليل خارجين، لان بالليل مش وقت الطاقه، مش وقت النشاط، مش وقت الحركه. فالاساسيات مهمه تساعدنا ان احنا ايه الصح وايه الغلط. طيب ازاي تعرف ان انت عندك مثلا نقص فيتامين د؟ لما يكون عندك مشكله في الطاقه، عظمك بيوجعك، كسلان، مش مركز، كل الحاجات دي فيتامين د. فيتامين د عشان تعوضه لازم تاخد الفيتامين الصح. يعني ما ينفعش اي دال وخلاص، لان في انواع كتير بتبقى مضروبه. طب دال 3، طب انا اخدته، طب اخده ازاي؟ واخده مع اي وجبه
طب هل انا معدتي اصلا مهيئه ان هي تمتص الحاجات دي؟ طب لو معدتي مش مهيئه، ايه الحاجه التانية اللي ممكن تكون مربوطه بيها؟ اللي هو الحاجه التانية اللي هنتكلم عليها، المغنيسيوم. لو المغنيسيوم عندي في الجسم واقع، طب انا الهضم عندي مش هيبقى كويس، فلو الهضم مش كويس معناها ما بقدرش امتص الاكل كويس جدا. طب لو المغنيسيوم عندي واقع، ايه اللي ممكن يكون مشكله؟ لا، مشاكل كتير، ضغط نفسي، الم في العضلات، نوم مش مظبوط، تركيز مش مظبوط، كل ده بسبب المغنيسيوم. طب ايه اللي بيوقع المغنيسيوم؟ الكورتيزول. يعني لو انا مش قادر استحمل في الضغط، مش مستحمل الضغط، وسواء شغل او مدرسه او هكذا، ومش متحكم في الاسترس بتاعي، فالكورتيزول بتاعي بيفرغ لي المغنيسيوم. فلو المغنيسيوم اتفرغ، سلام عليكم، انت كده بتبهدل حاجات تانية كتير. طب ايه رايك ان تلت العالم عنده مش مغنيسيوم؟ ده رقم كبير جدا. فلما يكون رقم زي ده موجود، واحنا بنقول ان تلت العالم عنده نقص في المغنيسيوم، فانت ممكن تتخيل ان انتاجيه الناس دي عامله ازاي. وهل ده ممكن يؤدي الى امراض مزمنه؟ طبعا ممكن يؤدي الى امراض مزمنه. غير كده 50% من الناس اللي فوق 18 سنه عندهم نقص مغنيسيوم. عشان تعالج ده لازم تعمل ايه؟ لازم اكلات يكون فيها طبعا المغنيسيوم موجود، وتحكم في الستريس، في حاجات صعبه كتير ان انت تعملها في نفس الوقت، فبتلجا للمكمل ان هو يعوض لك الحاجه دي. ولازم افهم طبعا المكمل بانواعه. لو مهتمين بحاجه زي دي ممكن تكتبوا لنا في الكومنتس، وممكن نعمل فيديو يشرح اكتر عن المكمل المغنيسيوم وانواعه. ولكن في اكيد ريسورسز كتير موجوده اونلاين انتم ممكن تتفرجوا عليها. انا جاي بديك الفكره فقط، مش عاوز ارخم عليك واديك تفاصيل كتيره، بنتكلم ببساطه وبهدوء. الحاجه الثانيه اللي برضو بتتأثر هي الفيتامين بي 12. يعني لو مغنيسيوم مش موجود بالظبط، فانا الهضم مضروب، فالهضم مضروب معناها الاكل بيخش الجسم، البروتينات اللي بناكلها ما بتتهضمش صح، فما باخدش فيتامينات. البي 12 ما بتتهضمش، ما بقدرش اطلعها لان المعده مش بتهضم كويس. فدي حاجات كلها مربوطه ببعض. وممكن المعده ما تهضمش كويس لو انا باخد مثلا ادويه معده. اللي بياخد للحموضه ده برضو ما ده هضمك مضروب، او اللي بياخد ادويه سكر، فانت عندك مرض مزمن اساسا. فالمرض المزمن بيأثر على بقيه جسمك بطريقه تانية. اي حاجه اساسيه في الجسم دورها مهم هتلاقي اعراضها خمول، تعب، دوخه، مش مركز، عظمك بيوجعك، عضلاتك بتوجعك، مفاصلك بتوجعك، لانها حاجات اساسيه. فاي اعراض من دي لما تبان على اي حد، اعرف ان انت في حاجه اساسيه بايظه عندك. فدي مكملات اساسيه زي ما اتكلمنا عليها: فيتامين د، مغنيسيوم، بي 12. الثلاثه دول لما يكون عندنا نقص فيهم، فده بيدل على اللايف ستايل بتاعنا، ان اللايف ستايل مش مظبوطه. لازم نقف ونشوف ايه اللي غلط عشان نعرف نعالج. طيب هل في حاجات تانية مثلا ممكن نعتمد عليها عشان تساعدنا ان احنا نحسن من صحتنا اكتر؟ في اول حاجه ممكن نبص عليها الاوميجا 3، لان الاوميجا 3 سهل جدا ان احنا يكون عندنا خلل في التوازن ما بين الاوميجا 3 والاوميجا 6 بسبب طريقه الاكل. طبعا البروسيسد فودز، بسبب الزيوت المتهدرجه، بسبب حاجات كتير جدا. فلو الاوميجا 3 والاوميجا 6 مش متعادلين، هتلاقي الجسم دايما في حاله انفلاميشن، يعني عنده التهابات دايما. ولما يكون الجسم ملتهب، طبعا ده بيبهدل لك حاجات تانية كتير، بيأثر على الهضم، بيأثر على النوم، بيأثر على المناعه، بيأثر على حاجات كتير، منها تركيزك، وممكن يوصلك لامراض مزمنه. ده اكيد لو ما تحكمتش في ان جسم يكون ملتهب دائما. فهنلاقي ان 3 من كل 4 في العالم، يعني احنا بنتكلم على 3/4 العالم عندهم خلل في التوازن ما بين اوميجا 3 واوميجا 6. فدي مثلا اول حاجه ممكن ناخدها. وطبعا لما بتكون بتعادل الاوميجا 3 بتساعد على الذاكره، وبتساعد على عدم ان الناس يجي لها امراض ذهنيه وعقليه وكلام من ده، وطبعا صحه القلب وهكذا. فده مثلا مكمل، ده بيديك زياده، ده بيديك البلس اللي احنا محتاجينه، مش الاساسيات. زيه يجي مكمل تاني مثلا من الانواع اللي هي بتديك برضو دفعه زياده، زي الكرياتين. الكرياتين انا عملت تجارب عنه كتير، وممكن تسمعوا رايي عنه في فيديوهات انا عملتها، وممكن اتكلم عنه في حلقه تانية لو مهتمين، اكتبوا تحت في الكومنتس. ولكن الكرياتين ممكن يساعد ناس كبار في السن، ممكن يساعد ناس اللي عاوزين يركزوا على الصحه الذهنيه، ممكن يساعد ناس اللي عاوزين يحفزوا العضل اكتر وقت التمرين وينشطوا نفسهم. فده بتبقى حاجه بلس. ليه مثلا اتكلمت على الكرياتين؟ لان الكرياتين صعب جدا ان انت تاخده من الاكل، لازم تاكل كميات اكل كتير اللي هي سعرات كتير، اللي هي هتخليك تتخن، ومش ده اللي احنا عاوزينه. احنا عاوزين يبقى فيه بالانس. فالكرياتين نقدر ناخده هو حاجه بيرفورمانس، يعني حاجه زياده بتيجي، مش حاجه اساسيه تكون موجوده عندنا. واخيرا مثلا ممكن نتكلم على الكركمين. الكركمين بيساعد على الالتهابات بقى مفاصل، التهابات في الجسم عامه، مفيش تركيز، مش عارف تنام، مش عارف ايه، فتقدر تاخد الكركمين. طبعا انا اتكلمت على حاجه فيها معادن، وحاجه فيها فيتامينات، وحاجه تبقى بره الحاجات دي، تبقى زي مكملات. فكل ده ينزل تحت المكملات. وليه اسمها مكملات؟ اسمها مكملات لانها بتكمل في فجوات هي بتسدها لنا،
او بتدينا حاجه زياده زي مثلا الكرياتين. فمش اساسي يكون عندنا دول، ولكن لو هتاخد المكملات اهي: فيتامين د، مغنيسيوم، بي 12، اوميجا 3، كرياتين لو هتاخده، وطبعا كركمين عشان يساعد الالتهابات. هل ده معناه ان هي دي بس الحاجات اللي انت ممكن تاخدها؟ لا، ولكن يعتمد على انت محتاج ايه زياده. الاساسيات اتكلمنا عليها، اي حاجه زياده لازم تكون فاهم انت بتاخدها ليه وعشان ايه. فده هدف الفيديو، ان مش اي حاجه هتاخدها وخلاص. الحاجات الاساسيه اللي بتاثر في مسار صحتك ده لازم تاخدها لو عندك مشكله فيها، وعلى الاغلب كلنا هيبقى عندنا مشكله فيه، لان طريقه الحياه نفسها بتوصلنا لده. مش شرط، مش بقول ان اي حد عنده نقص فيتامين د كسلان، لا، ولكن اي حد عنده فيتامين د مثلا في الوطن العربي لازم يعمل مجهود مضاعف عشان يدخل الفيتامين د، لان فيتامين د مرتبط بالشمس، والشمس والدنيا حر هناك. طب ازاي تاخد الموضوع ده لو مش الدنيا مش حر؟ لا، لازم تصحى الصبح بدري عشان تاخد الشمس شويه قبل ما تروح الشغل او تروح المدرسه. طب وبعدين؟ لا، عندك اوبشن بعد الشغل او المدرسه. طب لو بتيجي متاخر البيت، في تشالنج حوالين الموضوع نفسه، ان الشخص ياخد الفيتامين د من شمس ربنا دي، وفي ناس بتبقى كسلانه، وده موضوع تاني يعني نقدر نتكلم عليه. فالفكره من الفيديو انه يساعدك ويبسط لك الامر بحيث الاساسيات تبقى اساسيات والحاجات الزياده تبقى حاجات زياده. فالوعي اساس حل المشاكل. عشان كده احنا مثلا عملنا والترا، عشان كده بنحط يعني مجهودنا كله في والترا، لان احنا متاكدين ان الوالترا هتساعد الناس، لان الوالترا بتديك فرصه الوعي، فرصه ان انت تفهم علاماتك الحيويه، فرصه ان انت تبص على موضوع صحتك بطريقه تانية، مش حاجه روتينيه، مش حاجه بس بتحصل في المستشفى، لا، دي حاجه انت بتاخد بالك منها، تبقى واعي وانت عارف يعني ايه ضغط الدم، ضربات قلب، يعني ايه هارت ريت فاريبيليتي، يعني ايه انت في ستريس ولا لا. كل الكلام ده مهم جدا. اتمنى الفيديو ده يكون فادكم، اتمنى يكون يعني بسيط وما عقدلكوش الموضوع اكتر. لو عقدلك تكتب تحت في الكومنتس طبعا عشان اقدر اساعدك. في فيديو نزلناه بيتكلم عن الصحه بقى من الداخل، يعني لو انت حاسس بارهاق وتعب وكده، ايه اللي بيحصل جوه جسمك وازاي تقدر تفهم الموضوع ده. الرابط اهو، لو حابين ممكن تدخلوا عليه. وشكرا ليكم، هشوفكم في فيديو تاني.